السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هعمل معاكم مربى الجزر من غير ولا حبة سكر. ان شاء الله كده تعملوها وتجربوها وتنور رضاكم. شايفين بقى المربى وجمالها؟ حاجة كريمية كده وحاجة جميلة، طعمها كان رائع جدا. بسم الله ما شاء الله. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا هنا كيلو من الجزر. أنا جبت الجزر قشرته وغسلته، بعد كده وزنت كيلو بعد التقشير. بعد ما وزنته بقى قطعته بالطريقة دي، قطعيه بالطريقة وبالشكل اللي يريحك. وانت بقى بتشتري الجزر من السوق، حاولي تجيبي الجزرة اللي تكون حمرا، لأن دي اللي بتكون مسكرة. بعد كده بقى أنا معايا الكيلو هاضيف له 4 كوبايات من المَيّة. لو عندِك كمية جزر وما أنتيش وازناها وعايزة تضيفي لها مَيّة، يا دوبك كده تخلّي الجزر متغطي بالمَيّة بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. بعد ما ضِفت له المَيّة رايحة أرفعه بقى على النار يغلي. وبعد الجزر ما بيغلي بتلاقيه بقى مطلّع على الوش رغاوي كده، بتبدئي تشيلي الرغاوي دي كلّها علشان خاطر المربى تطلع رايقة معاكِ وما يبقاش فيها أي شوائب. بعد كده رايحة أغطّي عليها واسيبها تستوي كده 3/4 سِوَى لحد الجزر ما يبقى معاكِ بالطراوة دي. بعد كده بقى هابدأ أضيف لها المكونات اللي عندي. أنا عندي هنا عصير برتقانتين عصرتهم كده بالمعلقة علشان يطلع معايا قلبي زي ده. بعد كده بقى هانزل بعصير البرتقان ده على الجزر. وبعد كده معايا المكون بديل السكر. أنا معايا العسل ده كنت عملت فيديو مع حضراتكم قبل كده وما استخدمتهوش، فهو ده بديل السكر عندي. ضفت من برطمان العسل 3 معالق كبار كده من العسل. بسم الله ما شاء الله، كان طلعوا لي المربى طعمها رائع جدا والسكر فيها كان مظبوط جدا. بعد كده بقى رايحة أغطّي عليها وعلى نار هادية، رايحة أسيبها تكمّل سواها لحد كده ما تنهري تمامًا. بعد كده بقى باسيبها لحد ما تبرد ونكمّله كده مع بعض. سِبتها بقى بردت تمامًا أو تكون دافية كده. بعد كده رايحة آخُدها أضربها في الخلاط لحد ما تبقى كريمية بالشكل ده. لو أنتِ عاوزة تضربيها وتخلّي فيها قطع براحتك، وممكن من الأول لو حابة إنِّك تبشريها بالمبشرة وتستكفي بيها كده بعد ما تستوي ما تضربيهاش في الخلاط، بالطريقتين في منتهى الجمال. بعد ما ضربتها في الخلاط بالشكل ده، هابدأ بقى أرجّعها على النار تاني. آخر بقى مكوِّن رايحة أضيفه للمربى، معايا هنا عصير ليمونة. لو أنتِ عاوزة تستبدلي عصير الليمون بملح ليمون، ضيفي ربع معلقة، بس عصير الليمون بيكون أضمن لإن ملح الليمون بتشتريه سايب، فممكن تكون مدة صلاحيته منتهية. بعد كده بقى تعقيم البرطمان بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده. ده أسرع تعقيم. بعد بقى ما بتعقّمي البرطمان والمربى بتكون بردت تمامًا علشان لمّا تعبّيها في البرطمان ما تعملش نُقط مَيّة كده وتخسّر منِّك المربى. بتعبّي بقى المربى بالشكل ده، وفي هنا فقاقيع بقى بعد ما بتعبّي بتلاقي فقاقيع هوا كده، بتبدئي تخرّجيها كده بالمعلقة علشان لمّا تشيليها في التلاجة ما تخسرش منِّك، بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. بعد طبعًا ما بتملي براطيمِك، لو أنتِ عندِك مربى زيادة بتعبّيها في أكياس كده وبتدخّليها الفريزر على قد استعمالِك، بتكون معاكِ في منتهى الجمال. حبايبي لو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش اللايك وسلام عليكم.